السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل سمك مشوي في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير اي مجهود، وبجد هيطلع معاكي تحفة جدا لو جربتيه بنفس الطريقة من غير كمان اي دخان. وجبت كده كمية من السمك دول كده حوالي 2 كيلو. الاول طبعا غسلتهم كويس جدا، وبعدين كده رشيت عليه شوية من الملح، سبته بقى كده شوية في الملح. طبعا انا ما فتحتش بطنه ولا نضفتها ولا حاجة عشان السمك كان حجمه مش كبير قوي. جبت كده صاج او صينية، وهبدأ احط فيها كده شوية صغيرين من الزيت، وبعدين هحط السمك في الردة زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجة يتشرب كده كويس من الردة، وبنفضه زي ما احنا شايفين، وبرصه بقى كده في الصينية اللي دهنتها الاول بشوية صغيرين من الزيت. هحط بقى كده الكمية، وفي البداية كده لو عايزة تتبلي السمك بالثوم والملح والكمون والكزبرة زي ما تحبي، بس انا كده اكتفيت كده بالملح. وفي الاخر هعمله كده مية فيها بقى كل التتبيلة دي، رشيت عليه شوية كمان من الزيت، وهبدأ بقى ادخله الفرن على الشبكة على الرف كده من فوق تحت الشواية على طول، يعني زي ما شايفين كده. مش بشغل الفرن طبعا من تحت ولا حاجة، بشغل بس كده الشواية، وبسيبه بقى لحد كده ما ياخد لون معانا. اول ما ياخد كده لون معانا من فوق بقلبه بقى على الوش التاني، وطبعا بنتابعه بقى وبنبص عليه كده من وقت للتاني. وفي الوقت ده كده جبت شوية زيت على النار سخنتهم الاول، وكنت مقطعة شوية من البتنجان. هنعمل كده سلطة بتنجان او مسقعة نقدمها بقى جنب الاكل بطريقة بجد سهلة جدا وطريقة حلوة قوي. الاول شوحت كده او حمرت البتنجان في شوية صغيرين كده من الزيت. خلصت بقى كده كل الكمية وحطيتها كده في مصفى، وفي نفس الزيت نزلت بحوالي معلقة صغيرة من الثوم المفروم، شوحته بالشكل ده، وبعدين نزلت عليه بكمية من الفلفل الاخضر حراق او بارد زي ما تحبي. نزلت عليهم كمان بمعلقة من الخل، قلبته كده لحد ما يتشوح معانا شوية. وبعدين هنزل بكمية من الطماطم قطعتها كده لقطع صغيرة او مكعبات، هسيبها بقى كده على نار هادية. وفي الوقت ده هبدأ بقى اجهز المية اللي هسقي بيها السمك لما يطلع من الفرن. وضفت في المية حوالي كده طماطمية صغيرة مقطعاها صغير، ضفت شوية من الكزبرة الخضراء، وهتبلها بقى بالثوم والملح والكزبرة الناشفة والكمون، معلقة كده صغيرة من كل حاجة. هحطها بقى كده على النار لحد ما تغلي معانا. وهنا كانت الطماطم والفلفل بقى شكلهم كده زي ما احنا شايفين استوت. في الاخر بقى هبدأ انزل عليهم بالبتنجان اللي احنا قليناه في الاول، وتبلتها بشوية صغيرين من الملح والفلفل الاسود والكمون. سبتها بقى كده على نار هادية، وكده خلاص خلصت معانا المسقعة او سلطة البتنجان. جربوها بجد بالطريقة دي هتعجبكم جدا، كمان سهلة قوي. وهنا خلاص كان السمك استوى معانا زي ما احنا شايفين كده اخد اللون ده. طبعا بقى كنت من وقت للتاني بقلبه، لما ياخد لون على الوش الاول بقلبه بقى على الوش التاني لحد ما بقى معانا بالشكل ده. هبدأ بقى اجيب المية اللي احنا طبعا سبتها لحد ما تغلي الاول، وضفتها بقى كده على السمك، او ممكن طبعا تضيفي السمك فيها وتسيبيها كده شوية وبعدين تطلعيه. انا حطيتها كده على السمك وسبتها الاول شوية كده لحد ما يتشرب منها ويتملح كده كويس، وقدمته بقى بالشكل ده. بجد تحفة جدا، كمان سهل جدا وبسيط وما اخدش معانا وقت، وبجد ولا دخان ولا اي حاجة خالص. شوينا السمك في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وفرنا كمان كتير، وبجد النتيجة احسن بكتير من اللي بتشتريه جاهز من بره. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تجربوها. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله ووصفات جديدة، واسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.